تعرفينا على حضرتك؟ أنا اسمي لونا عرابي. ممكن تقولي لنا شو مخططة لمستقبلك؟ هلا أنا أول شيء بداية بدرس طب أسنان. بحلم يكون عندي عيادة كبيرة تكون شاملة مو بس لاختصاص طب الأسنان بإذن الله. وإن شاء الله بصراحة مرقت فترة ما يعني شلت الفكرة من بالي لسوء الأوضاع بسوريا، الأوضاع المادية. تركتي دراستك؟ لا ما تركتها الحمد لله. وجامعتي بدرعا. بطلع من الشام لدرعا كل يوم. ما شاء الله عليكي. هي سنة؟ سنة ثالثة. سنة ثالثة. بما انك ما شاء الله عليكي بتطلعي على درعا وبترجعي يعني بدراستك، كان في عندك اكيد تحديات عم تمرقي فيها، من ضمن المواصلات، الطريق، الامان، عامل الامان. في شيء خطة لك للمستقبل نويتي فيها بعد حدوث الثورة؟ طبعا اكيد انا ما كنت بحلم اني انا اختص بصراحة بعد تخرجي، كونه نحن الجامعات الخاصة في عنا كثير تحدي كبير انه نختص بسوريا تحديدا، وانا كبنت كثير صعب اني انا اسافر اختص برا. طبعا عندي امل يصير في عنا اختصاصات منيحة بالبلد عدا عن اختصاصات جامعة دمشق، تكون اختصاصات معترف فيها دوليا اكيد. يعني ما حتسافري على المانيا؟ إذا توفرت بإذن الله الفرص لا ما بسافر، أنا بحب الشام، بس للأسف مرقت فترة أنا كثير كرهت الشام فيها اللي هي السنتين الماضيين، بس بإذن الله أنا هلا الروح اللي خلق عندي روح جديدة بعد هالثورة الحمد لله. الحمد لله. ما بتفكري إنك تفتحي مشروع خاص فيكي؟ بلا طبعا أكيد هذا أصلا الشيء اللي أنا بحلم فيه من قبل ما بلش دراستي كطب أسنان. ممكن تشاركينا فيه للمشروع؟ طبعا أكيد وانا يعني واحد ما حلو يحكي عمل الخير اللي بيعمله، بس انا بتمنى انه انا مستقبلا لما انا افتح عيادتي يكون عندي مشروعي الخاص، اني انا اعمل يوم مخصص للعالم المحتاجين يلي ما هن بقدرتهم انهم يدفعوا التكلفه. نتشكرك كثير وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم، مبروك لنا.